السلام عليكم، صباحكم فل وياسمين، صباحكم معطر بذكر الله. معايا النهارده كده طريقة قرص حلوة جدا، حاجة كده هتحتاري من جمالها. القرصة عاملة ميكس رهيب من شوية حاجات لذيذة جدا. قرصة كده من بره مقرمشة كده قرمشة خفيفة، ومن جوه طرية جدا. القرصة دايبة دوب، حاجة كده بصراحة تحفة جدا. قرصة كده أو اتنين كفيلة جدا مع كوباية شاي أو كوباية لبن الصبح، إن انت تفطري بيهم، ولا إن انت تفضلي واقفة بقى شوية كتار كده في المطبخ تجهزي فطار ولا عشا. وكمان تدي للعيال الغلابة دولت وهم رايحين على المدرسة. يلا بينا كده ندخل الفيديو ونشوف هنعمل القرص بتاعتنا ازاي. بس يا ريت بقى قبل ما ندخل في الفيديو ما تنسينيش في لايك وشير واشتراك في القناة وتفعل الجرس علشان اي حاجة جديدة انزلها توصل لك على طول. يلا بينا ندخل الفيديو ونشوف عملنا ايه. اول حاجة خالص انا بدأت بيها دلوقتي، حطيت كيلو من السمنة على النار. ولحت البوتاجاز اللي خضني مرة واحدة ده، وحطيت عليه كيلو من السمنة. معايا بولة تانية كده هنزل فيها دلوقتي كوباية من المية ومعلقتين كبار من الخميرة. زي ما اتفقنا ان كيس الخميرة مش بيبقى معلقتين كبار قوي، فهنحط كده معايا كيس تاني خدت منه شوية. المهم ان انا حطيت معلقتين من الخميرة، وهنزل عليهم دلوقتي 7 معالق من السكر. وبالمضرب اليدوي وكده هبدأ ان انا اقلب الكلام ده، وبعد كده هغطي عليهم واستبعدهم خالص لما اشوف الخميرة شغالة معايا كده ولا لا. زي ما احنا متعودين مع بعض لازم نعمل تيست الخميرة كده علشان نشوف ان كانت شغالة ولا لا. تمام كده استبعدناها خالص. دلوقتي بقى كده هنجيب العجان ونبدأ ان احنا ننخل الدقيق بتاعنا. عشان كده ندخل فيه الهواء ونخليه كده خفيف. لو فيه عفارة لو فيه حاجة نحوشها كده ايه، وعشان يبقى القرصة معايا حلوة كده تمام، ما يبقاش فيها اي حاجة، ونكون ضامنين من الحاجة بتاعتنا كويس. هبدأ ان انا ادخل دلوقتي كده الدقيق. معايا قد ايه دقيق النهاردة؟ معايا 2 كيلو. جايبهم من السوبر ماركت عادي، من اللي هو الدقيق بتاع الشكاير ده. هنزل عليهم كده دلوقتي نص معلقة صغيرة من الملح، وهبدأ ان انا اقلب الملح في الدقيق. السمنة بتاعتي يا دوبك كانت فكت دلوقتي، انا عايزاها تفك بس مش عايزاها لا تقدح ولا عايزاها تسخن ولا حاجة. معايا طاسة تانية كده نزلت فيها 4 معالق من السمسم، سمسم ني مش محمص. هبدأ دلوقتي ان انا احمصه كده عشان اطلع الرطوبة منه، بيديني نتيجة حلوة جدا اكتر من المتحمص كمان. وهنزل دلوقتي بعد ما خلاص السمسم خد لون شوية كده، هنزل دلوقتي بمعلقتين او معلقتين ونص من الشمر، وهبدأ ان انا اقلب ده على ده دلوقتي كده، علشان برضو ايه تشم ريحته كده ويكون متحمص كده وريحته حلوة. وهنزل بيهم دلوقتي كده على الدقيق على طول، وهبدأ ان انا اقلب. حطي الحاجات الناشفة دي قبل ما تحطي السمنة، يعني ما تحطيش السمنة وبعد كده تحطي السمسم والشمر، لا، حطيهم الاول علشان الدقيق كله يبقى فيه تمام. دلوقتي جبت الكيلو السمنة كده هنزل عليه ربع كوباية من الزيت. هما فعلا كانوا ربع كوباية، بس هو المدة عدت قدامكم بسرعة لان انا مسرعة الفيديو. حطيت ربع كده كوباية من الزيت عليه، علشان طبعا سدلة القرمشة اللي احنا اتكلمنا عنها في اول الفيديو. الحبة الزيت دولت بيديكوا للقرصة بقى من بره كده تكون مقرمشة قرمشة خفيفة وجميلة كده. والسمنة طبعا بتطريها من جوه وبتخليها دايبة دوب. مش هعجن دلوقتي، هبدأ ان انا دلوقتي اتوه يا دوبك الدقيق في قلب السمنة كده. هتوه السمنة كده في قلب الدقيق، هخلي الدقيق كله متشرب بالسمنة زي ما انت شايفة كده. ايوه كده. واول خطوه تاني خطوه بقى دلوقتي هنزل الخميره. بص الخميره قد ايه متفاعله وحلوه ونشطه كده وكويسه. هنزل دلوقتي كده على طول بالخميره اهو، وهبدا برضو ان انا اتوهها في العجينه. العجينه هتشربها على طول معايا. معايا دلوقتي كده كوبايتين من اللبن الرايب. لو عندك حليب عادي، بس انا جبته كنت عارفه طبعا ان انا هصبح تاني يوم اعمل القرص وكده، فانا جبته وبيته على الرخامه، ما دخلتوش التلاجة ولا الفريزر ولا حاجه. بيته بره كده، قمت لقيته رايب وكويس. هاعجن بيهم دلوقتي. هاخد دلوقتي كوبايتين من اللبن الرايب. زي ما اتفقنا حطينا كيلو من السمنة وربع كوباية من الزيت، وطبعا حطينا الشمر والسمسم حمصناهم وحطيناهم عليه مع ذرة الملح. وحطينا دلوقتي كوباية عملنا بيها تيست كده للخميرة علشان نشوفها نشطة ولا لأ. وحطينا كوبايتين من اللبن الرايب. ما عندكش رايب حط حليب اللي انت عايزاه، زبادي حطي، ما تعطليش نفسك. وبعد كده بقى هبدأ دلوقتي هجيب كوبايتين من المية، هخليهم جنبي. هفضل احط شويه بشويه لحد اما اوصل لقوام العجينه اللي انا محتاجاه. طب ايه قوام العجينه اللي انا محتاجاه؟ ان هي تكون طريه جدا، بس ما تكونش بتلزق، هي هتكون طريه معاكي قوي. بعد ما تخلصي بقى عجين وتوصلي للمرحله اللي انت عاوزاها، كيس بقى يكون عندك نضيف كده مخصصات للمعجنات، تقومي جايه مغطيه عليها وسايباها يجي
5 دقايق، إحنا مش بنخمّر العجينة، إحنا بنسيبها بس ترتاح مش أكتر من كده. وبعد كده بقى هاجي دلوقتي إن أنا أكوّرها كده، هاجيب حتّة العجينة هادمُجها كده من فوق عشان يبقى السطح بتاعها ناعم. بُصّي القرصة قد إيه ناعمة معاكِ والسطح بتاعها ناعم وحلو أوي إزاي. أيوه كده، بُص وشّها قد إيه ناعم، لا هي مخرفشة ولا هي مشقّقة ولا حاجة. ليه؟ لإن المقادير بتاعتها مضبوطة جدًا بالشعرة، وكمان معجونة كويس. هابدأ دلوقتي إن أنا أعملها بقى كِوَر كده قد اليوسفية الصغيّرة، بس مش هاعمل كتير. هاعجن مش هاقرّص كتير بقى وأعمل كِوَر كتير كده، لأ، هاعمل كده ييجي 5، 6، 7 مثلًا. وبعد كده هاجيب الصينية على طول، وهابدأ إن أنا أحطها كده وأفردها في الصينية. برضه ما تفرديهاش على الرخامة، افرديها في الصينية كده على طول، وضبّطيها بقى كده وسويها علشان تطلع معاكِ القرصة مسوية. أيوه كده. ما تعمليش زي ما قُلت لِك طبعًا، ما تعمليش بقى يعني ما تكوّريش العجينة اللي معاكِ كلّها، سواء كنتِ بتعملي كيلو أو 2 كيلو أو أكتر أو أقل. ما تقرّصيهاش كلّها، لإن طبعًا العجينة بتبقى شبعانة من السمنة، فلو حطّيتيها هتتشمّع معاكِ بسرعة. تيجي تفرديها بقى هتلاقيها شقّقت معاكِ وهتدّيكِ نتيجة أنتِ مش هتكوني راضية عنها خالص. فإحنا خلّينا في الأمان أحسن. العجينة بتاعتنا متغطية، وبعد كده بقى بنعملها كده، بنعمل كِوَر كده مثلًا 5، 6، 7، ما تعدّيش عن ال10 قرصات، لإن هي أصلًا طرية جدًا، فمش هتاخد معاكِ تشكيل حاجة. وبعد كده ما تشكّليهاش بقى على الرخامة ولا على الصينية ولا حاجة، تقومي جاية إيه، على الصينية اللي أنتِ هتسوّي فيها، وتقومي جاية بقى إيه، فرداهم كده وحاطاهم. بس وخلاص، وتسيبيهم بقى على جنب لمّا تخلّصي الكمية اللي معاكِ كلّها. مش هتلاقيها خمرت كتير، يا دوبك بس يعني أنتِ شايفة العجينة قدّامِك أهي، رقيّقة جدًا. تمام. يا دوبك أمّا تخمر يا دوبك هترفع حاجة بسيطة كده. وبعد كده بقى بعصاية الشيش طاووق دي، هابدأ على طول إن أنا أعمل فيها بقى إيه، أفضل أنغّز فيها كده، أدّي لها تنغيزات كده بسيطة، من ناحية هتدّي لها شكل حلو، ومن ناحية إن هي مش هتخلّي العجينة معانا تخمر وإيه، لإن إحنا بنعمل قُرَص دايبة. تمام. قُرَص دايبة كده حلوة كده. مش هنعمل القُرَص اللي هي اللي بتبقى عاملين إحنا قُرَص كتير على القناة منفوخة كده وعالية وهشة كده، اللي هي بتاعة الأفران دي. إنما إحنا بنعمل قُرَص دايبة دوب. تمام. فهاخلّص دي كده وهابدأ على طول إن أنا أعمل تاني برضه، زي ما أنتم شايفين كده على طول. أعمل كده كِوَر وبعد كده أسيبها حاجات بسيطة، ما تعمليش كتير زي ما اتفقنا مع بعض. تعمليها بقى كده على الصينية وهتسيبيها على ما تخلّصي الكمية اللي معاكِ، يكون اللي أنتِ عملتيهم الأول كده يكونوا خمروا. تمام. تولّعي بقى الفرن، تقومي جاية بقى مولّعة الفرن قبلها كده مثلًا ب10 دقايق كده والّا حاجة، وتسيبيه لمّا يسخن. وبعد كده بقى أنا حطيت رفّين في الفرن. حطيت أول رف كنت باقوم جاية حاطة الصينية من تحت، لمّا تستوي كده من تحت تاخد لون كده كويس، كنت باقوم جاية مطلّعاها على تاني رف على طول، تاخد لون من فوق، وأكون حطّيت بقى الصينية التانية تحت. أنتم هتفهموا دلوقتي، أنا ممكن أكون لخبطتكم، بس لمّا ندخل كده على المقطع التاني هتفهموني أنا عايزة أقول إيه. أيوه كده هاحط كده أهو، زي ما أنتم شايفين كده. حطيهم جنب بعض عادي، لإن هُم لا هي مش يعني القرصة مش هتفرش معاكِ، ولا إن هُم مثلًا هيلزقوا ببعض ولا حاجة. تمام. وبعصاية الشيش طاووق كده هابدأ على طول إن أنا إيه، أعملها زي ما أنتم شايفين كده. بتدّي لها شكل حلو أوي، وما بتخلّيهاش تنتفخ كده وتبقى منفوخة كده. أيوه كده. أخلّص بقى الكمية كلّها اللي معايا زي ما أنتم شايفين كده، عملت معايا كمية حلوة جدًا، وكنت ولّعت الفرن دلوقتي. أهو بُصّي بقى، حطيتها كده في الرف التحتاني، أول ما تاخد لون كده رفعتها فوق، تاخد وِش بقى من فوق من الشواية من فوق، وحطيت صينية تانية تحت. أيوه كده، هي الصورة برضه بتوضّح أحسن من الكلام بكتير. بس كده، كنت خلّصت بقى الكمية اللي معايا كلّها زي ما أنتم شايفين أهيّة. الطريقة والله العظيم ما في أسهل من كده. مش بتاخد عجن للناس اللي ما بتحبش تعمل القرص والمعجنات، لإن بتاخد عجين كده وتهبّطها، ما بتاخدش معاكِ وقت ومش بتهبطي في عجينها ولا حاجة. يا دوبك كده بتضيّعي بس ال الع ال الدقيق كده في السمنة، وبتحطي بقى شوية المكونات اللي إحنا قُلنا عليهم، وخلاص كده. تسويتها ما فيش أسهل من كده، وما بتاخدش معاك كمان وقت في الفرن. تمام. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وباتمنى ان يكون فيديوهاتي كلها بتعجبكم. اي حد عنده اي استفسار يكتب لي وانا هرد عليها على طول. طبعا دي اسراء بنوتة حبيبتي. ايوه. بس كده، بتمنى ان الفيديو يكون عجبكم،
ويا ريت بقى الفيديو لو عجبكم ما تنسونيش في لايك وشير واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان أي حاجة جديدة أنزلها توصل لكم على طول. بحبكم في الله. سلام عليكم. باي.